هنتكلم على رسم الخلايا. طيب يا علي، تمام. لو احنا حبينا نرسم شكل الخلية او شكل الجدار الخلوي بالبلاستيدة بالفجوة العصارية، اللي هي الاشياء اللي بتميز عند الخلية النباتية. شوف كده الرسمة اللي قدامنا دي، ده شكل الخلية النباتية تحت الميكروسكوب لنبات اسمه نبات الأولوديا. هتلاحظ سبحان الله عامل زي البيلدنج بلوك كده، عامل زي قوالب الطوب، شكلها منظم ومترصة كلها جنب بعضها. عارف ايه السبب اللي يخليها تعمل كده؟ بسبب وجود الجدار الخلوي. الجدار الخلوي هو اللي بيميز شكل الخلية النباتية، وهو اللي بيديها شكلها المميز ده. تمام، عندي نواة عند جدار الخلية زي ما موجود في الصورة. شكل الخلية منتظم جدا، زي ما قلنا في الحصة اللي فاتت ان الجدار الخلوي هو اللي بيميز شكل الخلية النباتية. طيب بيقول لي لو انا حبيت اشوف الخلية النباتية دي تحت الميكروسكوب، طبعا احنا بنشوف الخلية بالميكروسكوب الضوئي ولا بالالكتروني؟ بالضوئي والإلكتروني. الاثنين. لو انا عايز اشوف خليه صغيره مثلا زي البكتيريا هشوفها بالضوئي. طب انا لو حبيت اشوف بقى النواه او الشبكه البلازميه الخشنه او الملساء او جسم جولجي، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي قبل كده، هشوفها بالمجهر الالكتروني. تمام. طيب بيقول لي هنا عندي قانون بيقول مقدار التكبير، مقدار التكبير الموجود في العدسات اللي في الميكروسكوب بيساوي طول الصوره المشاهده على الطول الحقيقي. طيب زي ايه مثلا؟ بيقول لي هنا انا هعمل قانون عشان اقدر ان انا اشوف. طيب قال لي حيث ان جايب لك شويه معلومات. الطول الصوره المشاهده برمز لها بالال، الطول الحقيقي برمز لها بالاي، اما ام فهو مقدار الايه، مقدار التكبير. طب عشان احل المساله قال لي عشان احسبها هبدا ان انا استخدم ايه، استخدم الميكروسكوب. مثلا مثال عندك كده يا علي، بيقول لك على سبيل المثال الخليه المسماه اكس في الصوره، الطول الحقيقي بتاعها 81.8 نانو متر. طبعا الخلايا صغيرة جدا، فعشان كده احنا بنقيسها بالايه، بنقيسها بالنانو. تمام. بينما يبلغ طول الصورة المشاهدة او الخلية المشاهدة في المجهر 125 ملي متر. طيب لتحويل الصورة طبعا من الملي متر للنانو هتضرب في 10 أس 3 أو هضرب في 1000. طيب لنحصل على مقدار النانو، طيب هتضرب ال 125 في 10 أس 3 أو تضربها في الألف، هي هتبقى عندك 125 ألف نانو متر. إذا أنت عندك الطول بتاع المشاهدة وعندك الطول الحقيقي، هتحلها إزاي؟ يبقى أنت كده أضرب في محتاج تجيب إيه؟ محتاج تجيب قوة التكبير، صح؟ أنت كده عندك في حاجة ناقصة. عندي الطول الحقيقي وعندي طول المشاهدة. طيب بص كده القانون ده بيقول لك ايه، المثلث ده هيسهل عليك. لما تعوز تجيب الطول الحقيقي، المثلث ده بيعمل علاقات كويسه جدا. لما تعوز تجيب الطول الحقيقي هتضرب الام في الايه، سوري، لما تعوز تجيب طول الصوره المشاهده هتضرب مقدار التكبير في الطول الحقيقي. ماشي. طيب لو انا عاوزت اجيب الام اللي هي مقدار التكبير زي المساله اللي قدامنا دي يا علي، هقسم طول الصوره المشاهده على الطول الحقيقي. ماشي يا علي معايا؟ ماشي. طيب لو انا عاوزت اجيب الطول الحقيقي هجيبها ازاي؟ هاخد طول الصوره المشاهده على الايه، على مقدار الايه، التكبير. على مقدار تمام الإم كده. هذه. اللي هي مقدار مع التكبير اللي هي الام. مقدار طيب التكبير. المساله اللي قدامنا انت محتاج فيها ايه، او ايه المعطيات اللي عندك؟ هو طيب. اعطيك فيها معلومتين وناقصه المعلومه الثالثه. ايه بقى المعلومه الثالثه إيه اللي احنا محتاجين نجيبها؟ ايه المعلومه إيه الثالثه، ايه المعلومه الثالثه اللي انت محتاج تجيبها؟ اللي هي مقدار التكبير، صح؟ نعم. طيب هنجيبها ازاي مقدار التكبير؟ هتقول مقدار التكبير اللي نضرب هو رمزه ام، إيه اللي هو رمزه ام. قول طيب انا سامعاك. هاتي. نضرب الإيه في الإم. هتقول الام بتساوي ال على الاي او الاي على الاي، اللي هو طول الصورة المشاهدة على الطول الحقيقي. يبقى لو حسبتها على الآلة 125,000. طبعا الوحدات عندك متساوية اللي هي النانومتر، فمش هتحتاج تحول لأن أنت بالفعل حولت في أول المسألة. هتقسم 125,000 على 81.8، هيطلع عندك 1528. هو ده مقدار التكبير اللي المفروض تستخدمه على الميكروسكوب. بص يا علي، احنا بنعمل المسألة دي ليه؟ دلوقتي انت مش عارف تشوف الخلية دي على قوة تكبير كام، فانت مش عايز تقعد تعمل محاولات كتير على الميكروسكوب وتخطأ وتصيب وتخطأ وتصيب وهكذا. فهنا المسألة الحسابية دي بتسهل عليك ان انت لما يكون عندك طول حقيقي وطول مشاهد
تقدر ان انت من خلالهم تجيب قوة التكبير الصحيحة اللي هتحطها على الميكروسكوب، فبالتالي تقدر تشوف الخلية دي. فهمت قصدي؟ نعم. كده هتقدر تشوفها بمنتهى البساطة. كده انت بدل ما تقعد كل شوية تكبر وتصغر، لا انت هتعمل ايه؟ خلاص انت عرفت 125 ألف على 81.8 من عشرة هتساوي 1528. يبقى انت محتاج تستخدم الطول اللي موجود على الميكروسكوب او قوة تكبير 1528 عشان اقدر اشوف الخلية دي. تمام؟ تمام. تمام. في مسألة تانية يلا حلها. طيب بيقول لك على سبيل المثال مقدار تكبير الميتوكوندريوم في الصورة يساوي 40,000، وطول صورة المشاهدة هو 60 ملي متر. المسألة دي فيها تحويل. نعم نعم أيوة. هتحول من الملي متر للنانو ولا العكس؟ لا هلا هحول النانو إلى هذا شو اسمه؟ طب أنا هقول لك على حاجة. هي قوة التكبير بتتقاس بالملي متر. قوة التكبير بتتقاس بالملي متر، وهو جايب لك هنا 4000 ملي متر، دي قوة التكبير، فأنت مش تحتاج تغيرها. وطول صورة المشاهدة هو مجهزها لك، عاطيها لك بالملي متر، فأنت هنا مش هتحتاج تغير أي حاجة في المسألة. طيب القانون بيقول لي ايه؟ انا كده محتاج اشوف ايه؟ محتاج اشوف الطول الحقيقي. تعالى نرجع للمثلث. الطول الحقيقي رمزه ايه الطول الحقيقي رمزه ايه يا علي؟ رمزه ايه صح؟ إيه إيه أيوة. القانون بيقول لي ان انا هقسم الاي او ال دي على الام. يبقى انت هتاخد ال60 اللي هو الطول بتاع المشاهدة اللي هو موجود عندك ده، طول المشاهدة على مقدار قوة التكبير. يبقى هتقسم 60 على كام؟ على 40,000. هتطلع عندك 15 جزء من ال10,000. يعني لو ضربتها في 1000 عشان تحولها من المليمتر للنانو هتضربها في 1000، فهتطلع عندك. بص كده هقول لك على حاجة يا علي. المسألة المحلولة دي هو هنا قدامك حل من الاتنين. يا إما تحول من الأول، تحول المليمتر للنانو وتشتغل في المسألة، يا إما تعمل إيه؟ تطلع الناتج وتضربه في 1000. تعالى كده هات آلة كده وحلها. روح هات آلة كده وتعالى عشان أفهمك، بس أنت ممكن تحلها بكذا طريقة. تمام. هات الآلة يلا وأنا مستنياك. تاكل إيه يلا؟ أكل. جميل أوي. هيا علي، جبت الآلة ولا لسه؟ جبتها. ماشي يلا. هتحسب إزاي بقى؟ أنا ممكن دلوقتي قدامي حل من الاتنين. لحظة أجيب لك الصورة تاني. بص يا علي، قدامك حل من الاتنين. يا من الأول تحول ال60 ملي متر للنانو، فعشان أحول من الملي متر للنانو هضرب في 1000. يبقى ال60 دي عندك هتبقى 60 إيه؟ 60,000. مظبوط كده؟ تمام. طيب وعندك 40,000، فلو قسمت 60,000 على 40,000 هتديك واحد وإيه؟ واحد ونص. بس واحد ونص إيه؟ نانو متر، لأن أنت من أيوة الأول. واحد ونص. اه هتقسم، هتبقى طبعا مش 60 زي ما هي مكتوبة كده، هتبقى لو أنت حولت من المليمتر للنانو هتضرب في 1000. فهتقول 60 في الأول كده، أول خطوة عشان تحول هتقول 60 في 1000. بعد كده ترجع تقول الطول الحقيقي القانون بيساوي إيه؟ بيساوي الطول المشاهد على قوة التكبير. الطول المشاهد عندي بقى 60,000 على مقدار قوة التكبير اللي هو 40,000، هتطلع معاك واحد ونص نانو متر. ماشي كده؟ يبقى أنت كده من الأول إيه؟ ماشي. حولتها من الملي للنانو. يا إما تعمل الحل اللي هو موجود في الكتاب. عمل إيه؟ حل المسألة على أساس إن هي ملي متر، والرقم اللي طلع له راح ضربه في 1000، فأعطيت له نفس الرقم اللي هو واحد ونص نانو متر. فهمتها كده؟
بس شوية عادة يعني أنا ما فهمت يعني. هديك سؤال كمان، هديك سؤال كمان. بص مثلا يا علي، في هنا أسئلة تحت اهي، بيقول لك هنا حول الأطوال الآتية إلى مليمتر. احنا عندنا 150 متر، عشان أحوله المليمتر أضرب في كام؟ في 1000. في 1000. تمام، يبقى هيبقوا 150 ألف، صح؟ المتر هنا، نعم. المتر هنا هو الكبير، فأنا عايزة أحوله للصغير، يبقى هضرب. إنما أنا لو معايا قيمة صغيرة عايزة أحولها لقيمة كبيرة، بقسم. يبقى احنا متفقين كده، الكيلو فيه 1000 متر، والمتر فيه 1000 ملي، والألف ملي فيهم 1000 مايكرون، والألف مايكرون فيهم 1000 نانو. فاحنا 1000 1000 1000 كده بالترتيب. المتر عايزه احوله لملي متر، يبقى زي ما انت قلت هضرب ال 150 في 1000. فالإجابة لو عندك الكتاب يلا حله معايا، حل معايا، هتبقى 100 تمام. هتبقى 150 ايه، 150 ألف. طيب انت عندك رقم ب، بيقول لك 21 واتنين من عشرة كيلو متر. انت محتاج تحول الكيلو الاول لمتر، وبعد كده تحول للمتر لملي متر، مظبوط كده؟ أيوة. هتحلها ازاي بقى؟ هتضرب ال 21 في كام في الاول؟ في 1000. ماشي، طلعت لك كام؟ طلعت خمسة لك وعشرين ألف 25000 ازاي؟ ده هي 21 واتنين من عشرة. بسوي مرة ثانية. هتطلع 21200. يا نعم. يا علي، احنا في السؤال ده اللي هعلم لك عليه ده، هتطلع لو إيه ضربت. طلعت لي واحدة. تمام، يبقى انت كده حولت الكيلو لمتر. طب انت بقى عايز تحول المتر لملي متر، هتضرب ال 21200 اللي هم طلعوا لك في كمان 1000، صح؟ صح. يبقى المفروض الرقم اللي عندي 21 مليون و200 ألف. ممكن اكتبها بطريقة تانية، اكتبها بطريقة تانية، اكتبها 21200 في 10 أس 3، او تكتبها 21 مليون و200 ألف، كده برضو صح. كده صح وكده صح، فهمتها؟ نعم. طيب يلا حل اللي بعدها لوحدك كده، قول لي هتعمل ايه بالظبط وانا بحسب معاك اهو. عندك الرقم 3 جزء من الألف، هتحسبها ازاي؟ كيلو متر، عايزك هتحولها لملي متر. تمام. قول لي كده هتعمل ايه؟ هتضرب في كام الأول؟ يعني أنا أضربها في. هضرب الأول في 1000، صح؟ نعم أيوة. عشان تحول. ضربتها في 1000 ضربت هي 3. طلعت معاك 3، انت كده حولت من الكيلو للمتر. طب انا بقى عايزه احول من المتر للملي متر، هرجع اضرب تاني في ايه؟ في 1000. في في 1000، 10,000. كمان 1000، يبقى انا عندي الرقم هيطلع لك كام؟ 3000. كده بقت سهله، نعم. كده بقت سهله، صح؟ نعم. طيب شوف اللي بعدها، كبر لك الشاشه اهو. بص بقى، بيقول لك حول الاطوال الاتيه. الاطوال دي انا عايزه احولها من متر، هتحول من الملي متر للمتر، يبقى انت كده هتحول من الصغير للكبير. هقسم ولا هضرب؟ العمليات هتبقى قسمة أقسم قسمة أقسم ولا ضرب؟ أقسم. هتقسم، تمام. قسم. طب يلا، تقسم بقى ال 250 على كام؟ 1000. تمام، هتقسم ال 250 على 1000. قلت لي فاصلة 25. تمام، هتطلع عندك 25 من 100. ماشي، دي صح. طيب السؤال التاني بقى عايزك تفكر فيه شوية. عندك نانومتر، النانومتر عشان تحوله، ده عندي سوري مايكرومتر. الميكرومتر عشان تحوله للملي متر، بص كده يا علي، في الحتة اللي انا هظللها لك دي، شايفها؟ انا نعم. دلوقتي القيمة اللي عندي هي مايكرو، هي مايكرو، تمام. نعم. القيمة اللي عندي دي مايكرو، انا عايز احولها بقى للمتر اللي فوق ده. اعمل ده ازاي؟ الرقم اللي عندي اللي هو موجود بقيمة الميكرون، هقسمه الاول على 1000. يلا كده معايا، يبقى هقسم ال50 على 1000. طلعت معاك كام؟ 5 من 100، صح؟ أيوة.
طيب هاخد ال5% وارجع اقسمها كمان مرة على ايه؟ على ايش؟ على 1000 كمان. ما انا كده حولت من النانو. ال500 تقسمها اه. بعد على 1000. اه بص، حولت الاول يا علي من الميكرو، نعم. للملي. يعني انت الرقم اللي طلع لك اللي هو 5 من 100 ده، ده قيمته بالملي. طب هو عايزك تحوله للمتر، هترجع تقسم كمان مرة على 1000. ماشي، يبقى طلعت لي 5 ضرب هتطلع 5 من 10 آلاف، جزء من 10 آلاف. زيرو 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 ايوه. زيرو، 4 أصفار وبعد كده 5، مظبوط. تمام. ماشي صح. يلا تمام. حل بقى اللي بعدها، انا مش هساعدك فيها، حلها يلا كده وقول لي هتطلع كام. قول لي الخطوات وانت شغال. الحين هو عاطلك القيمه بايه؟ اضرب على فكره اخر واحده دي اصعب واحده، فانا هسيبها لك بقى. قول لي يلا هتحلها ازاي. هو عطوك قيمه الرقم بالايه؟ النانومتر، اضربه في 100,000. هتضرب الاول. تعال نمشيها خطوه خطوه عشان ما تتلخبطش، ما تقولش ارقام كبيره. النانو هيتحول الاول لمايكرو. ماشي، يعني ال 270 هتقسمهم على ايه؟ على 1000. على 1000. يبقى انت حولت من النانو للمايكرو. طيب الرقم اللي هيطلع لك محتاج تقسمه كمان مرة على 1000 عشان تحوله من المايكرو للملي. صح كده؟ صح. وبعد كده الرقم اللي هيطلع لي بالملي محتاجة أقسمه كمان مرة تالتة على 1000 عشان أجيبه بالمتر. نعم. طيب هيطلع عندك 6 أصفار وبعد كده 27 على إيدك اليمين، صح؟ ايوه ايوه. طيب انا ممكن بدل ما ينفع اكتب الرقم ده شكله كبير قوي. طب اقول لك على طريقه سهله تكتبه بيها. انت عندك 6 اصفار، يبقى هتضرب 27. جربها كده على الاقل عشان تكتب الرقم في شكل منسق. هتضرب 27 في 10 اس سالب 6، هيطلع معاك نفس الرقم. جربها كده. سبعة تطلع نفس اثنين الرقم. وسبعين هتطلع معاك 27. ضرب. لا هي 27 مش 72. نعم نعم زين. تمام. ايوه ضرب. 10 اس سالب 6. تمام. طلعت لي 2.7 ضرب 10,000 -5. انت ضربت في سالب 6 ولا سالب 5؟ 10 اس سالب كام؟ 10 أس -6. تمام، هتطلع معاك 6 أصفار على إيدك الشمال، بعد كده 27، صح؟ ايوه. طيب نفس الرقم. أنا قصدي أقول لك ليه تعمل الطريقة دي، عشان بدل ما تكتب الرقم الكبير جدا ده في الإجابة تكتبه بشكل أصغر وهي نفس القيمة. تمام؟ تمام. طيب عندي بقى مسألة تانية، بيقول لك هنا إزاي إن إحنا نقدر نحسب الطول الحقيقي من الصورة المجهرية لما يديك شريط القياس. طيب في هنا قانون بيقول لي الطول الحقيقي زي ما احنا كنا، هو نفس القانون، بيساوي طول الصورة المشاهدة على مقدار الايه التكبير. طيب اعطيك مثال هنا عليه. بيقول لك على سبيل المثال، لو طول شريط القياس بالمسطرة اعطاك 20 ملي متر اللي هو بيعادل 20,000 نانو، 20,000 ميكرومتر، والطول الحقيقي لشريط القياس هو 25 ميكرومتر، فمقدار التكبير هو كام؟ نرجع تاني للمثلث. ممكن تكتب كده المثلث ده في ورقة جنبك كده. المثلث ده بيساوي ايه؟ مقدار قوة التكبير هنا هقسم طول الصورة المشاهدة على الطول الحقيقي. نعم اقسمها. كتبتها؟ نعم. طيب يلا احسبها. عندك هنا واحد ماشي، عندك 20,000. 10,000 -3. 10,000 انت قسمت ايه على ايه؟ صح. انت قسمت ايه على ايه؟ أنا قسمت 20 على 20,000. يعني انت قسمت 20,000 او 20 على 25 اللي هو، او 20,000 قصدك على 25، صح؟ أيوة. ثواني على هسيبها. 20 على 20 20 موجود. انت قسمت، المفروض تقسم
يا المفروض تقسم. بص كده، مين الطول الحقيقي؟ القانون بيقول لي هنا الطول الحقيقي هقسمه. لا معلش، هقسم طول الصورة المشاهدة على الطول الحقيقي، يعني الطول الحقيقي هو اللي تحت. يعني انت هتقسم 20,000 يا علي، تقسم 20,000، نعم. حسبتها غلط، على 25 هتطلع معاك ب 800. انت حسبت غلط، انت حطيت ال 25 هي اللي فوق وال 20 هي اللي تحت. نعم. نعم. القانون بيقول لي الطول الحقيقي على الطول على سوري، الطول المشاهد على الطول الحقيقي. بص هنا، هقسم أيوة طلعت معي 20,000. 800. تمام، طلعت معاك 800. يعني عشان اقدر اشوف الخلية دي هحتاج اشوفها على قوة تكبير كام؟ 800. طيب قال لك طول الصورة الدياتوم، هعمل ايه؟ بيقول لك 100. اعطيك مسألة بقى تانية، وبالتالي فإن الطول الحقيقي للدياتوم هو ايه؟ يبقى هو اعطيني طول الصورة المشاهدة، وانا عندي الحجم اللي انت طلعته في المسألة ده، طبعا دي تكملة المسألة، بيديك مسألة جوه مسألة، انت طلعت الحجم ب 800. طيب قال لك طول الصورة على الدايرة 100. ماشي، يبقى انت معاك الام اللي هي الحجم، ومعاك الايه، ال اللي هي طول الصورة المشاهدة اللي هي 100. يبقى انا عشان اجيب أيوة. الايه اللي هي الصورة الحقيقية، هقسم طول المشاهدة اللي هو 100 على الحجم اللي هو رمزه ام، يبقى 100 على 800 هتديك 125 جزء من 1000. سوري، 125. جزء من 1000، ماشي كده، مليمتر. عشان تحولها للمايكرو سهلة بقى كده، هضرب في كام؟ هضرب في كام؟ أضرب في 1000. هضرب في 1000. مظبوط كده، فهمتها. كده مسائل بقت كويسة شوية نعم. ولا لسه فيها مشكلة؟ لا لا، شوي كويس. تمام. في الجزئية دي بيقول لك تفسير الصورة المجهرية، ان انت بتعمل القانون ده عشان تقدر تحدد ايه هي القوة بتاعة التكبير، او تحدد طول الخلية اللي انت بتستخدمها. على سبيل مثلا المثال، زي ما احنا اتكلمنا على الميتوكوندريا كده، واتكلمنا على الشبكة البلازمية الخشنة وعلى أجسام جولجي، كل الحاجات دي. أو ممكن أخد مثلا عينة من بطانة المعدة، عايز أشوف مثلا الخلايا الميتوكوندريا حجمها فيها قد إيه، أو الخملات، أو كل الحاجات دي. طيب ليه هم أصلا بيعملوا كده؟ عشان مثلا بيقول لك إيه، أدرس مساحة السطح اللي موجودة في الخملات، فأعرف الخملات دي بتقدر تمتص كمية كبيرة قد إيه من الجزيئات، وبالتالي أعرف هي بتوفر طاقة قد إيه للإنسان. فيها أي مشكلة لحد دلوقتي؟ لا. تمام. طيب ناخد كمان مسألة لو لقينا مسألة. دي هنا كده مهارة أو تجربة، ما علينا منها. أنا عايزة أدور لك على مسألة كمان. طيب يلا حل معايا كده. الصورة اللي قدامنا دي، أنت شايف دي صورة خلية نباتية ولا خلية حيوانية؟ نباتية. عرفت إزاي؟ لأن فيها البستيدات والفضاء. ماشي مظبوط، وعشان شكلها برضو منظم، جدار الخلية. شكلها جدار محدد. الخلية. أيوة برافو عليك، جدار الخلية. في سؤال اصلا بيقول لك عليه اذكر مع تحديد السبب اذا كانت الخليه حيوانيه او نباتيه، فانت قلت نباتيه عشان البلاستيده الخضراء، في عندي اوراق خضراء هي بالفعل، وعندي ايه كمان؟ عندي جدار الخلية. الجدار الخلوي او جدار الخليه. طيب تقدر تقول لي رقم ايه ده، ايه وبي وسي؟ A البستيدات والفضاء. برافو عليك. وبي بي ايش اسمه هذا؟ آه، طب فرضا ان انت مش عارف بي، طب سي ايه هي؟ سي هذا ايش اسمها؟ فجوه ولا آه، نواه؟ فقوة فقوة. تمام برافو فقوة. عليك. طب تبقى سي بقى مين؟ سي بص نسبتها كبيرة. فقوة. لا سي فجوه، سوري. طب نمبر بي، نمبر بي دي عندنا الميتوكوندريا. البستيدات. الميتوكوندريا. لا البلاستيدات ايوه. ازاي؟ ما انت قلت نمبر ايه لا هي لا البلاستيدة. لا. نعم طيب نعم. قول لي بقى، قول لي بقى ايه هي وظيفة البلاستيدة اللي هي نمبر ايه، ووظيفة الميتوكوندريا اللي هي نمبر بي، ووظيفة سي اللي هي الفجوة. سي تخزين المياه تمام. بس تخزين المياه. احنا قلنا الفجوة العصارية بتخزن المياه،
والعناصر الغذائية. وفي حالة لو ما لقيتش مياه أو عناصر غذائية بتخزن عندي مين؟ بتخزن قلنا الفضلات الناتجة من الخلية أو المخلفات. طيب دي كده نعم. سي. نمبر بي اللي هي الميتوكوندريا كانت وظيفتها إيه؟ إنتاج الغذاء أو إنتاج الأصباغ. الطاقة، إنتاج الطاقة. أيوة. ماشي. ونمبر إيه؟ نمبر إيه إنتاج الأصباغ. تمام، إنتاج الأصباغ أو إنتاج مادة الكلوروفيل، قلنا اللي بتنتج إيه؟ لون الإيه؟ النبات. طيب برافو عليك. يا رقم اتنين، احسب أقصى طول حقيقي لكل من العضي A و B و C الظاهر في الصورة. بص كده أعطيك معلومة تحت أهي، حل بقى بناء عليها. انت عندك هنا بيقول لك سوري، مجموعة من الخلايا بتكبير. انت عندك قوة التكبير كده، عندك قوة التكبير عندي 4275، وهو عايز الطول الحقيقي. يبقى كنا بنقول ايه؟ الام بتساوي سوري، الطول الحقيقي اللي هو الايه بيساوي الاي على الام. الاي هنا انت معاك المعلومة بتاعته؟ معاك المعلومة بتاعته يا علي؟ يا علي، أيوة، معاك الطول ما معي الحقيقي؟ المعلومة. انا مش عارفه هو ازاي أيوة جايب بس. لك معلومه واحده. معاك ازاي جايب لك معلومه واحده الا ان ممكن تكون ليها رقم ثابت؟ طب نفترض مثلا، هسهلها عليك، نفترض مثلا ان الخليه عندي دي طولها 25 مايكرومتر. احسبها كده. لو احنا مثلا استنتجنا رقم من عندنا، يبقى انت عندك كده طول المشاهد وعندك قوه التكبير. لو انا عندي خمسة 25 وعشرين مايكرو ماشي متر، وقوه التكبير عندك نعم. 4275، هتحلها ازاي عشان تجيب اقصى طول حقيقي؟ ضرب الناتج الموجود هنا في ضرب الألف. لا هي مش هتبقى ضرب. انت عايز قصدك تحول الميكرون؟ هي كده كده جاهزه. أيوة. هي بالميكرو اصلا، انت مش تحتاج تحولها. انا عشان اجيب الطول الحقيقي عليه قلنا الطول الحقيقي بيساوي ايه؟ اللي الاي بتساوي اي على الام. الاي انا بقول لك ان هي 25 ميكرون، والام عندك اللي هي 4275. نعم، بحسبها بشوف. مثلا هتطلع معاك كام؟ قسمت ايه على ايه؟ أقسم على 20 صح؟ لا انت هتقسم ال 25 مايكرو اللي انا قلت لك عليها اللي هي الطول المشاهد على ال 4275. طلعت عندك 58 0.0058 صح؟ طلعت عندي 5.8. انت جبتها ازاي كده؟ انت ضربت 25 في كام؟ لا 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 لا، أنا عكست الرقم. ما انا دقيقة بس. مستغربة. ماشي احسبها على مهلك. يا أستاذ طلعت عندي 171. لا لا مش كده. انت قسمت ايه على ايه يعني؟ أنا قسمت قسمت، المفروض تقسم 25 يا علي على 4000، الرقم اللي هعطيه لك تحت 4275. سهلة. طلعت معاك كام؟
والله سهلة طب خالص. انت معايا 5.8. ماشي، 5.8 بس خلاص. المفروض هي بقى طالعة عندي على الآلة 0.0058، يعني 58 جزء من 10,000، عشان أنا ما حولتش. ايوه أنا ما حولتش. فاهمني؟ طيب. ايوه يلا نكمل. طب تركيب غشاء سطح الخلية، واشرح تركيب ووظيفة كل مكون. غشاء الخلية ده بيتكون عندي من إيه؟ الغشاء اللي بره ده، احنا قلنا عندي جدار خلوي او الجدار الخليه، هو ده اللي بيميز شكل الخليه النباتيه عن الخليه الايه، عن الخليه الحيوانيه. وانت كده كده لسه يعني شارح، ايوه. وظيفه ايه وبي وسي. طيب امبارح كنا بنقول ان انا عندي غشاء بلازمي، فكرك بصورته كده عشان نفهم احنا هنتكلم في ايه. كنا بنقول ايه في الغشاء البلازمي عليه امبارح؟ عنده جزيئات من البروتين، وعنده حاجه اسمها كوليسترول، وعنده رؤوس محبه للميه، ايوه ايوه. وزيول كارهه للميه. وكانها ودي وكانها اه. بالمي. شايف بقى احنا كل التركيز في الدرس بقى بتاع النهارده على البروتين ده. هنشوف بقى البروتين ده بيفتح في الاتجاهين، يعني بيدخل وبيخرج، ولا بيخرج بس، ولا بيدخل بس، وايه الجزيئات اللي بتمر من الغشاء البلازمي، ومين الجزيئات الكبيره اللي ما بتقدرش تمر من الغشاء البلازمي فبتعدي عندي من البروتين. تمام. اول حاجه طبعا احنا قلنا امبارح ان الغشاء البلازمي مثقب. ليه مثقب؟ عشان يبدا ان هو يمرر المواد من جوه الخليه لبره الخليه والعكس. كمان قلنا هو الحاجز الوحيد زي ما انت قلت لي امبارح، هو الحاجز اللي بيفصل الوسط الخارجي عن الوسط الداخلي. مظبوط. نعم نعم. تمام. كمان عنده أنظمة نقل وبوابات بتسمح بدخول المواد اللي هي صعب جدا تدخل عن طريق الغشاء البلازمي. طيب في بعض العمليات بيتم تنفيذها، هي عملية اسمها الانتشار، هناخدهم كلهم. والانتشار المسهل حاجة اسمها ديفيوجن وفاسيليتد ديفيوجن، وحاجة اسمها النقل النشط اللي هو الاكتف ترانسبورت، وعندي حاجة اسمها الاسموزية او الاسموزس. طيب تعالى ناخدهم واحدة واحدة. اول حاجة الانتشار. الانتشار حاجة بتنتشر، يبقى معناها ايه؟ يبقى بتنتقل من الوسط اللي تركيزه عالي للوسط اللي تركيزه قليل، صح؟ صح. زي ايه مثلا؟ يعني هقول لك مثال بسيط جدا. لو معاك صبغه او الوان ميه، بتعمل ايه؟ ومعاك كوبايه ميه، لو حطيت نقطه واحده من الصبغه دي في الميه، ايه اللي هيحصل لها؟ هتتلون كلها، صح؟ ايوه ايوه. طيب الصبغه دي مركزه بنسبه 100%، انما الميه فيها زيرو زيرو من الصبغه دي. فعندي الصبغة أو اللون ده انتقل من الوسط الأعلى للوسط الأقل، فبسمي الخاصية دي انتشار. انتشار ليه؟ لأن كمان بقت كميته كبيرة جدا جدا، أو اللون اللي أنا حطيته جوه المية ده بقت كميته كبيرة جدا لدرجة إن أنا مش قادر أميز جزيئات المية عن جزيئات اللون. تمام؟ طيب بينتشر عن طريق حاجة اسمها الطاقة الحركية. يبقى الجزيئات بتتجه او بتمشي في اتجاهات عشوائيه لحد ما تنتقل من الوسط الاعلى، قال لك منحدر التركيز، من المرتكز الاعلى للمرتكز الاقل. يعني هي بتنتقل عندي من الجزيئات نمبر A هنا في الصوره للجزيئات نمبر B. تمام. يبقى انا عندي تمام. خاصيه الانتشار بتعتمد عندي، لما اسالك هتقولي بتعتمد على الطاقه الحركيه، ومعناها ان الجزيئات بتنتشر عندي من الوسط الاعلى للوسط الاقل. ليه برضو؟ ايه السبب اللي خلاها تنتقل؟ هتقولي ان الجزيئات بتتحرك في استمرار، او في حركة دائمة ما بين الجزيئات وبعضها، والحركة دي حركة عشوائية. فعشان كده بتنتقل من النقطة A لنقطة B، او من المنطقة المرتكزة او اللي فيها نسبة تركيز عالي للمنطقة اللي فيها نسبة تركيز اقل، لحد ما بيحصل ايه؟ لحد ما بتتساوى النقطتين مع بعض. زي ايه مثلا يا علي؟ انا كان عندي 100 جزيء مية، وحطيت 100 جزيء من الصبغة. طيب التوتال بتاعي كام؟ هيبقوا 200 جزيء. ماشي. اختلطت الميه مع الصبغه، فما عادش قادر اميز الصبغه من الميه، وبالتالي ده معناه ايه؟ قال لك ان التركيز بيتوقف، يعني الصبغه دي هتبطل تنتشر في الميه لما بيتساوى تركيزها في كلا المنطقتين، يعني في كل الاتجاهات. بص هنا الصوره اللي بعدها كده. هل انت عندك نقطه بدايه ونقطه نهايه؟ لا. يبقى انا عندي التركيز بقى كله متساوي في كل المكان، فبالتالي كده خاصيه الانتشار تمت. تمام. بص الابليكيشن تمام. باقي فيه دقيقة عشان لو قفل وانا بشرح. ماشي، هتدخل على نفس اللينك على طول. طيب يبقى الانتشار هنا حصل انه انتشرت في كل المكان لحد ما تساوى فيه
التركيز في المنطقتين. طيب الجزيئات بقى توقفت ولا ما زالت بتتحرك؟ قال لك من ناحية الانتشار الفيزيائي فعليا ان الجزيئات ما زالت في حركة، بس حركة بطيئة جدا في كلا الاتجاهين، وفي نفس الوقت الحركة دي متساوية، فمعدل الانتشار هنا او المحصلة بتساوي صفر. فهمتها؟ نعم. تمام. طيب تعال نشوف بعض المصطلحات اللي موجودة عندي. اول حاجة عندي اسمها الانتشار. يعني طيب عندي حاجة اسمها خاصية الانتشار. طيب فهمت ايه من معناها كده؟ قال لي دي الحركة العشوائية للجزيئات من المنطقة اللي بتكون كثافتها أعلى للمنطقة اللي بتكون كثافتها ايه؟ أقل. تمام؟ طيب هل معنى تمام. كده، هل لو جالك سؤال وقال لك هل بيتوقف الانتشار الفيزيائي أو حركة الجزيئات؟ لا. طيب يعني الجزيئات ما زالت في حركة مستمرة، وبالتالي بس المحصلة اللي عندي قلنا بتتساوى في كلا الاتجاهين، وبالتالي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر، صح كده؟ صح. طيب الانتشار المسهل او الفاسيليتد ديفيوجن هنشرحه دلوقتي. قال لي عملية هنا بتنتشر بيها المواد القطبية. زي ايه المواد القطبية كده يا علي؟ عبر أغشية الخلايا عن طريق بروتينات حاملة أو قنوية. عشان الجزيئات دي تعدي عندي يا علي، هتعدي عن طريق البروتينات اللي احنا اتكلمنا عنها في الحصة اللي فاتت. قلنا عندي بروتينات ناقلة، صح؟ بتنقل من مكان صح. لمكان، وسيلة نقل من مكان لمكان. تمام. طيب تعال نشوف تمام. كده. طيب قال لي هنا بعد كده عندي خاصية اسمها الخاصية الاسموزية. الخاصية الاسموزية دي خاصية يعني خاصة بالمية فقط. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم عن حركة جزيئات المية من الوسط مرتفع لوسط ايه؟ منخفض. ما ينفعش اتكلم على اي، نعم. ما ينفعش اتكلم على اي مادة، ما ينفعش تتكلم على اي مادة تانية غير، لحظة كده، ما ينفعش اتكلم على حركة اي مواد تانية غير المية فقط. قال لك هنا محصلة حركة جزيئات الماء من المنطقة اللي فيها نسبة عالية من وجود المية لمنطقة فيها نسبة اقل. ايه الطاقة الحركية اللي احنا لسه متكلمين عليها اللي هي بتميز عندي خاصية الانتشار؟ قال لي الطاقة التي تمتلكها الاجسام او الجسيمات بسبب الحركة. منحدر التركيز ده الفرق ما بين تركيز النقطة A والنقطة B زي ما خدنا كده في المثال. طيب انا عندي الانتشار ده كذا نوع. في عندي انتشار موجب وانتشار سلبي، اللي هو بوزيتيف، اللي هو سوري، اكتيف ترانسبورت وبوزيتيف ترانسبورت. طيب الانتشار السلبي ده اللي هو الانتشار الطبيعي اللي مش بيكلفني اي طاقه. يعني مش بيكلفني اي طاقه. جزيء حجمه خفيف جدا يا علي، هيمر من نقطه A لنقطه B ما تعبكش في حاجه. فاهم؟ عارفه انت إن الحصه اللي فاتت لما كنا بنقول نعم. في واحد لازم يدفع ايه؟ لازم يدفع غرامه نتيجه انتقاله. يعني انا لما انقل اي جزيء من الوسط الاعلى للوسط الاقل ده بقول عليه انتشار سلبي، مش بيتطلب حدوث طاقه. نعم. تمام. طيب اما الانتشار الموجب بقى واللي بيتطلب عندي طاقه، ده الانتشار يا علي اللي بيتم ازاي؟ لما الجزيء يمشي من المنطقه الاقل للمنطقه العليا. هو في اصلا حاجه تقدر تمشي من المنطقه الاقل للمنطقه اللي فيها تركيز اعلى؟ لا. بيحصل في الخلايا. زي ايه بيحصل في الخلايا؟ انا عندي مثلا النبات لو محتاج صوديوم، بس هو عنده نسبة صوديوم في جسمه أعلى من اللي في التربة. الطبيعي إن الصوديوم هل هيخرج من الخلية النباتية اللي هو النبات ويتجه عندي للتربة، ولا بيمتص من التربة؟ إيه الصح؟ إيه الصح؟ النبات يخرج عناصر من جسمه ولا يستقبل عناصر؟ لا، هيمتص. بيم- هيمتص. بيمتص، مظبوط. طب اللي موجود في جسمه أكتر من اللي موجود في التربة، ولكنه عاوز الشوية اللي موجودين في التربة برغم إن هم عددهم صغير، يبقى هياخدهم بالعافية بمعنى أصح. ده بقى بقول عليه الانتشار اللي بيتطلب عندي وجود طاقة، لأنه بيبذل مجهود عشان ينقل الجزيئات الصغيرة اللي موجودة دي لخلايا جسم. وصلت معاك كده شوية؟ وصلت معاك يا علي؟ ايوه. طيب ايوه. هنا الانتشار بتاع الجزيئات بيعتمد على عندي على عدة عوامل. ايه هي العوامل دي؟ درجة الحرارة،
يعني درجة الحرارة لما بتزيد الانتشار بيزيد. منحدر التركيز نعم. ومسافة الانتشار طبعا لو مسافة صغيرة مش زي مسافة كبيرة، ومساحة سطح التبادل. تعال نشوفهم واحدة واحدة. قال لي درجة الحرارة، الجزيئات بتمتلك طاقة حركية. طبعا زي ما انت عارف لو انا مثلا عندي مية عادية، مية سائلة ومية تانية حطيتها على النار في درجة الغليان، بتلاقي كده في حركة كبيرة جدا من جزيئات المية بعضها، صح؟ نعم. جزيئات المية بتخبط في بعضها أو بتتصادم مع بعضها. ده بسبب ارتفاع درجة الحرارة. يعني كل ما درجة الحرارة تكون مرتفعة عندي أو تزداد درجة الحرارة، كل ما حركة الجزيئات، كل ما الطاقة الحركية للجزيئات بتزيد. نعم. تمام كده، فهمتها؟ طيب نعم. ايه هو منحدر التركيز؟ منحدر التركيز ده الفرق ما بين النقطتين زي ما احنا قلنا، النقطة A والنقطة B. ده بيعمل تركيز او فرق في تركيز الاكسجين بين خلية عادية والدم. طيب كل ما كان المنحدر اشد او اعلى بقى عندي فرق في التركيز كبير. زي ايه مثلا؟ هفهمها لك بمثال بسيط جدا. لو واحد طلع على قمة جبل وبدأ ينزل، سرعة النزول بتاعته تبقى قوية جدا، صح؟ نعم. لان النقطة اللي بينزل منها نقطة مرتفعة. هو ده اللي قصدي يقولك عليه. كل ما المنحدر ده كان أعلى، كانت النقطة دي عالية، أو بينها يعني قوة الارتفاع بتاعتها كبيرة، كل ما كان مقدار الانتشار أكبر. وصلت معاك كده؟ أيوة. وصل. فتتحرك فبتتحرك الجزيئات عندي بشكل إيه؟ بشكل أكبر أو بسرعة أكبر. طيب وطبعا بتتحرك عندي في إيه؟ في منطقة معينة أو في طريق معين يعني. دي بالنسبة لدرجة الحرارة ومنحدر التركيز. طيب مسافة الانتشار، طيب يا علي أكيد مسافة الانتشار الكبيرة مش هي مسافة الانتشار الإيه؟ الصغيرة. طيب تفتكر كل ما زادت مسافة الانتشار، زاد الانتشار ولا قل؟ لا. لا. يعني أنا مثلا عايز أوزع المية في مساحة مثلا كيلو متر، وعايز أوزع المية اللي عندي في مساحة 5 كيلو متر. هل المسافة اللي هينتشر بيها المية بمقدار الكيلو متر نفسها في ال5 كيلو متر؟ لا. طيب يبقى كل ما انت قللت المسافة، كل ما قللت مسافة الانتشار عندك بقى زايد. وصلت معاك؟ أيوة. تمام. وصل. يبقى انا المسافة عندي لو كانت صغيرة يبقى الانتشار سرعته كبيرة والعكس. طيب مساحة سطح التبادل، طيب يعني ايه مساحة سطح التبادل؟ بص الصورة بيقول لي هنا الصورة رقم ايه، المفروض ان هو حاطط لك صورة عليها، مش عارفة راحت فين، اللي هي الصورة اللي فاتت دي، الصورة دي اللي هي من النقطة A للنقطة B. طيب معناها ايه؟ زي مثلا الخلية، لو خدنا خلية من بطانة الأمعاء، ليه قلنا امبارح أي خلية بتنثني عندي على بعضها انثناءات كتيرة؟ ده بيكون سببها إيه؟ قلنا عشان بنزود مساحة السطح. أيوة. مظبوط؟ طيب زيادة عدد مساحات زيادة السطح. زيادة مساحة السطح، تمام. يبقى أنا عندي بزود مساحة السطح عن طريق إن أنا بعمل انثناءات للخلايا. فربنا عامل بطانة الأمعاء فيها انثناءات كتيرة جدا زي ما كنت بقول لك في الحصة اللي فاتت، عشان تزود مساحة السطح اللي بتمتص كمية مواد غذائية أكبر. فكل ما زادت الانثناءات، قصده هنا كل ما زادت الانثناءات زادت مساحة السطح، وبالتالي زاد عندك الإيه؟ الانتشار. فهمتها كده؟ يا. يبقى أنا عندي 4 عوامل بيعتمد عليهم الانتشار. تقدر تقولهم لي عليه سريعا كده؟ إيه هما؟ درجة الحرارة بنحدد التركيز، مسافة الانتشار، مساحة تمام. سطح لا ثواني. التبادل. درجة الحرارة، قول لي مثلا لما بتزداد ايه اللي بيحصل ولما بتقل ايه اللي بيحصل، سريعا كده عشان اتأكد بس انت فهمتها. يعني ها؟ بزيادة درجة الحرارة الانتشار بيزيد ولا بيقل؟ قول لي العلاقة ما بين كل واحدة والتانية. بيقل. بيقل. بزيادة درجة الحرارة سرعة الانتشار بتقل؟ أيوة، لأن أصل الحرارة يعني لا يا بتسخن. علي، انا بس بزيادة درجة الحرارة قلنا بيحصل تصادم اكبر للجزيئات مع بعضها، أيوة أيوة أيوة. زي ما قلت لك كده. لو مية انا بحطها تغلي، مية عادية، انا بشوف اصلا حركة الجزيئات آه. بعينيا. تمام. يبقى درجة الحرارة بتتناسب تناسب طردي مع الانتشار. كل ما زادت درجة الحرارة زاد الايه؟ زاد الايه؟ الانتشار. مسافة.
زاد الانتشار، ايوه تمام. الانتشار. طب تاني حاجة منحدر التركيز، ايه العلاقة بينهم وبين بعضهم؟ اه. منحدر التركيز العلاقة هنا عاملة ازاي يا علي؟ ايوه ايوه. العلاقة ايوه، آه منحدر التركيز ايه اللي بيحصل فيه؟ منحدر التركيز، بتزيد. قلنا كل ما منحدر بت... التركيز ده او المنحدر كان تركيزه اعلى او اشد، كل أنا مش عايز. ايوه. طيب كل ما عندي كان منحدر التركيز اعلى، كل ما ايه اللي حصل؟ كل ما سرعة الانتشار زادت. طب بالنسبة لمساحة السطح يا علي، او مسافة الانتشار، قول لي كده سريعا ايه اللي فيهم؟ مسافة الانتشار عم تزيد يعني إذا قلت المسافة زاد الانتشار. برافو عليك، اذا قلت المسافة زاد الانتشار. طب إذا ومساحة كثرت المسافة قل الانتشار. تمام، برافو يا عليك. صبح الحين عندنا حصة إنجليزي، أوكي؟ عندك حصة انجليزي دلوقتي؟ يا. ما انت بتقول عندك ايه؟ ها؟ انت كنت بتقول ايه دلوقتي؟ عندي حصة إنجليزي. الساعة كام؟ لا، الساعة 4، الساعة 3 و9 دقائق. طيب يعني انت عايز تقفل الحصة قصدك عشان خاطر الحصة يعني؟ طب وانت كان باقي لك 5 دقايق، فممكن نبقى نضيفهم على الحصة بتاعت المرة الجاية. احنا هنقف كده عند الانتشار المسهل عشان تلحق الحصة التانية. الو يا علي؟ نعم. خلاص ماشي، هنقفل الحصة عشان الحصة التانية بتاعتك. تمام. ماشي يا علي، ان شاء الله ناخد الحصة الجاية يوم الايه، عندنا يوم الثلاث والاربع بإذن الله. الو، عندنا الحصة الجاية يوم الثلاث يا علي ان شاء الله.